السلام عليكم اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. بعد البيان الناري اللي كتبه اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك الموجه لاداره مرتضى منصور، اللي قال فيه كلام مهم جدا بين بيه حاجات كتيره كانت مستخبيه جوه النادي على مدار السنين اللي فاتت، وبين الازمات اللي موجوده في النادي حاليا واللي داخل عليها، طلع مرتضى منصور وطلع كل اسلحته ووجهها ناحيه شيكابالا، وطلع رجالته عشان يهاجموه على التصريحات اللي قالها، التصريحات اللي فضحت مرتضى منصور وفتحت المخطط اللي هو كان رسمه، واللي بينت ان نادي الزمالك داخل على ازمه كبيره، وان في حاجات كتيره كنا بنسمعها والقناه كانت بتطلع ترددها والاعلاميين دايما بيقولوها مش حقيقيه نهائيا. وقبل ما نسمع اي راي، انا عندي رايي الخاص في الموضوع. ليه مرتضى منصور هرب ونط من المركب في التوقيت ده بالذات؟ لان النادي داخل على مشاكل ماديه كبيره جدا ما حصلتش في اخر 20 سنه، وطبعا هو اللي مسؤول عنها. طيب ليه شيكابالا طلع هاجم رئيس النادي وهاجم الاداره في التوقيت ده بالذات؟ لانه عرف ان رئيس النادي بينط من المركب وان هو محتاج يدور على مصلحته الشخصيه، لانه لو ما ضغطش في وقت زي ده في ظل النادي فيه تخبطات مش هيجددوا له العقد ومش هيلعب السنه الجايه، وهيقولوا له يلا يا شيكابالا روح اعتزل. فلما يعمل مشكله مع رئيس النادي ويدخل في صدام، ايا كان بقى الصدام ده هيتحل او مش هيتحل، الجمهور طبعا هيقف مع شيكابالا وهيتأيد في القائمه الجديده بتاعت السنه الجديده غصب عن اي حد. فكل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه بعيدا بقى عن الحب للنادي والمبادئ والحاجات الجميله واللطيفه اللي احنا بنسمعها دي. فيلا بينا نبدا الفيديو ونشوف الهجوم الضاري على الكابتن شيكابالا، الكابتن التاريخي اللي كانوا بيمجدوا ويعظموا فيه، وكان كل حلقه يطلعوا يعظموا فيه ويطبلوا له بعد ما قال كلمتين على مرتضى منصور قالوا عليه ايه. عايز ابتدي معاك البطوله العربيه ويعني في مجمل كلام كده عن البطوله العربيه ورايك في البطوله العربيه والتعليقات السيئه اللي بنشوفها داخل مصر من بعض المشجعين. بص يا كابتن، انا يعني هبدا البطوله العربيه من عند شيكابالا. شيكابالا خرج بعد مباراه الشباب السعودي، طلع قال لك انا في كلام هقوله بعد البطوله ولينا حديث اخر، ولمح تلميحات غريبه في توقيت غريب لدرجه ان الناس كلها بدات تتكلم ايه شيكابالا بيتكلم ليه كده وبيخرج الفرقه ليه عن تركيزها والتشتيت وكانت كان كلام في التوقيت ده مش مفهوم وغريب، وليه طلع في التوقيت ده محدش عارف. لو تفتكر يا كابتن خالد، شيكابالا لما رجع من النادي من رحله احترافه او من النادي الاسماعيلي، الناس كلها اتكلمت، حتى انت كانت ساعتها عملت قلت لما اتقال ان شيكابالا في مكان ليه هيبقى في نادي الزمالك، حضرتك حتى عملت مسابقه ان هيتحط في الجهاز الفني كتكريم ليه، لان هو كان شبه بيعتزل او بيبطل كوره. فوجئنا بقرار المستشار مرتضى منصور بقيد شيكابالا في قائمه الفريق الاول، وكان الكلام دوت على يعني لاقى انتقادات كتير جدا جدا من الجماهير على اعتبار ان شيكابالا غايب بقاله فتره عن الملاعب ومش مش في الفورمه اللي تاهله ان هو يبقى متواجد مع فرقه الزمالك في التوقيت ده. فصاحب الفضل على، انا ما بتكلمش مجامله للمستشار مرتضى منصور، لا، صاحب الفضل على شيكابالا ووجوده في الزمالك لفتره تزيد عن 7 سنين او 8 سنين هو المستشار مرتضى منصور. بعيدا ان انت مقتنع او انا مقتنع برايه وبالكلام اللي هو قاله ده، هركز على نقطه معينه، وهي فكره ان مرتضى منصور هو اللي رجع شيكابالا للحياه وهو اللي لعبه كره تاني، وده معناه ان مرتضى منصور بيأيد اللي هو عاوزه وبيمشي اللي هو عاوزه. فما تجيش بقى تقول لي مدرب. فاتمنى الرساله تكون وصلت وتعرف مين اللي بيجيب الصفقات الفاسده ومين اللي بيمشي اللعيبه الكويسه من النادي. مرتضى منصور هو المتحكم الاول والاخير في النادي خلال الفتره اللي مسكها. ما تقوليش فريرة ولا اي مدرب ليه حكم في حاجه، ولا مين يجي ولا مين يمشي ولا مين يلعب. وطبعا مش انا اللي بقول كده، لا، ده هم اللي بيعترفوا بنفسهم. فلما يطلع النهارده شيكابالا يعمل بيان، المستشار مرتضى منصور بالمناسبه لما اتكلم امبارح اتكلم بناء على التلميحات اللي عملها شيكابالا، اتكلم بناء على عدم حضور شيكابالا الاجتماع اللي كان معمول للجهاز الفني بصفته قائد للفريق. لما يطلع شيكابالا النهارده ويعمل بيان، النهارده في مثل بيقول لك ايه، حبيبك بيبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. النهارده شيكابالا تحس ان هو مستني، او يعني اللي هو ايه، انا بجر شكل او ان انا بعمل شهيد. شيكابالا عايز يتأيد السنه الجايه بالمناسبه، وكل اللي بيعمله شيكابالا ده عشان يتأيد، وبيضغط ورقه الجمهور عشان لما يجي الجهاز الفني او اي حد يقول ان شيكابالا غير جاهز ان هو يتم قيده في السيب عشان خناقته مع مرتضى منصور. وطبعا ده الكلام اللي انا قلته لك في اول الفيديو، كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه. فشيكابالا عمل المشكله دي في الوقت ده علشان يتأيد السنه الجايه في قائمه الفريق، وما يقولولوش يا شيكابالا شكرا يلا اعتزل. بس انا امبارح المستشار مرتضى قال ان قرار قيد اي لاعب مرتبط مستر اوزوريو، ومستر اوزوريو، وعلى فكره مستر اوزوريو ما قالش حد يمشي. لا انا بكلمك ولا حد يقعد. لا انا بكلمك بقى ايه، كابتن خالد، مستر اوسوريو يا كابتن خالد، بالله عليك اطلع من جو الطيوب اللي بتحاول تصلح وتلطف الجو ده. مستر اوسوريو ايه اللي بيمشي؟ الراجل لسه معترف من شويه قدامك ان الكابتن شيكابالا كان مبطل كوره، جاي من الاسماعيلي مبطل كوره، ومرتضى منصور هو اللي رجعه يلعب كوره مش المدير الفني. فما تقوليش اوسوريو اللي بيجي ولا اوسوريو اللي بيمشي. اوسوريو ده بس فتره كده وبكره يسافر وتقولوا عليه ده مدرب تعبان ومدرب خراره زي ما كان مرتضى منصور بيقول على فريق. فوجئنا النهارده ان هو عمل بيان بيرد فيه. اول حاجه عنوان البيان بيقول لك الرئيس السابق، هو المستشار مرتضى منصور هو اللي قال انا مش موجود، ممكن الصبح يبقى موجود بالمناسبه في نادي الزمالك. ففكره ان انت بتتكلم بتقول للرئيس السابق، اول حاجه طب في ناس كتير اتكلمت على شيكابالا بجمل وعبارات
احنا كلنا بنرفضها، ما يصحش تتقال. يبقى انت يا شيكابالا المفروض ما تاخدش جمله زي كده لما يبقى في حد بيقولها انت ما تقولهاش، لان مرتضى منصور الصبح ممكن يبقى موجود لك جوه نادي الزمالك ومفيش حد يمنعه. بيقول له مرتضى منصور الصبح ممكن يبقى موجود لك جوه نادي الزمالك، خدت لي بالك انت من التهديد ده؟ وبعدين بيقول لك مرتضى منصور مشي بمزاجه ويجي بمزاجه، ده دليل على العشوائيه اللي جوه النادي ده. ملخص الكلام يعني لا تعايرني يا شيكابالا ولا عايرك، واللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انا ما اعرفش ليه قلبت شعبي كده، لكن ده معنى الكلام اللي هو بيقوله. انت يا شيكابالا بتتشتم من طوب الارض، واحنا اللي كنا بندافع عنك. ما تجيش تقول على الراجل بتاعنا الكبير بتاعنا مرتضى منصور الرئيس السابق، ده الرئيس الحالي ورئيس اي وقت ورئيس اي مكان طبعا. كابتن ايهاب الفولي من اكبر المطبلين في البلد. لما تيجي تطلع بيان طويل عريض وتتكلم فيه وتقول ان انا كنت على تواصل مع الناس اللي حاجزين على نادي الزمالك وقالوا لي لا احنا مش حاجزين، لا حاجزين، واللي يقول لك انا مش حاجز كذاب. ليه؟ النهارده هو احنا طلعنا الصبح لقينا نفسنا بنقول ان احنا حاجزين ان الزمالك محجوز عليه؟ ممدوح عباس والمحامي بتاعه لما يطلعوا يقولوا انا مش حاجز يبقى احنا نصدقهم؟ لا انتوا حاجزين. النهارده شيكابالا مين اللي كتب له البيان دوت؟ اللي انت طالع تقول انا مش بتكلم كقائد الفريق، لا ده انا بتكلم كواحد من الجمهور. لا انت قائد فريق نادي الزمالك، المفروض انت بتتكلم تبقى عارف المسؤوليه اللي بتتكلم بيها، انت بتتكلم ازاي، وعارف انت ايه حدودك وايه التزاماتك. اي حد بيتكلم على الفيس في اي نادي تاني بيتم توقيع عقوبات وغرامات عليه. لما تيجي تتكلم وتقول انا كان عليا فلوس وغرامات، وكانت الغرامات دي المفروض تدفع لما الجنيه كان ب 7 جنيه، نادي الزمالك ما كانش فيه فلوس عشان يدفع لك الجنيه ابو 7 في التوقيت ده. شيكابالا انت لما رحت الاسماعيلي ما استحملكش 6 شهور، مع احترامنا لشيكابالا. قال لك مع احترامنا لشيكابالا، لا انت ما خليتش فيها احترام بصراحه يعني. انتوا فرشتوا الدنيا لبعض وفضحتوا نفسكم. ان بيقولوا يا كابتن شيكابالا يا كابتن تاريخي اللي كنت بطبل لك، خليناش نقول الحقيقه بقى، ده الاسماعيلي ما كانش مستحملك، ده احنا جبناك مبطل كوره. وشيكابالا كان بيقول الغرامات دي كان المفروض تندفع من ايام ما الدولار كان ب 7 جنيه. فرد عليك كابتن الفولي بالشماعه المعتاده، نادي الزمالك ما كانش فيه فلوس. يعني يا كابتن الفولي الزمالك ما فيهوش فلوس من ايام ما شيكابالا كان جاي من الاسماعيلي من 7 سنين، الزمالك لحد النهارده ما فيهوش فلوس. طب مش ملاحظ ان ده فشل في الاداره؟ مش ملاحظ؟ كمل يا كابتن. بيتهموا مرتضى منصور ان هو بلغ الضرايب، مصلحه الضرايب على فلوس ان يعني ان الزمالك عنده عليه فلوس. ده مصلحه الضرايب المفروض يتهرب من الضرايب. يعني احنا قلبنا الايه. يعني النهارده لما اروح لمصلحه الضرايب اقدم اقرار ضريبي اقول لهم انا عليا، انا يا جماعه كسبت 10000 جنيه حاسبوني، يبقى انا مجرم؟ المفروض ان انا اخبي اقول انا انتوا ليكوا فلوس بس انا ما عنديش. طب انت النهارده ممدوح عباس حجز وخرب نادي الزمالك، ممدوح عباس دمر نادي الزمالك اللي شيكابالا بيتباهى ان هو يعرف ممدوح عباس. يا شيكابالا انت خدت لعيبه الزمالك كلهم ايام اللجنه المعينه اللي ادارت نادي الزمالك ورحت المستشفى بتاعت ممدوح عباس. فالنهارده انت لما تقول ده انا علاقتي بالسابقين، لا انت علاقتك علاقه خاصه بممدوح عباس بالتحديد. طبعا هنا بيدافع عن مرتضى منصور وبيقول مش المفروض ان احنا نتهرب من الضرايب، بس يا كابتن المفروض ان الضرايب هي اللي بتيجي تفتش عليك، مش انت اللي بتروح تقدم وتقول للضرايب تعالوا احجزوا عليا، لانك انت المفروض اداري وعارف ظروف النادي كويس. وحتى لو عليك فلوس للضرايب وانت المفروض اصلا نادي دوله ومؤسسه في الدوله، الضرايب بتتجزأ عشان توازن بين الفلوس اللي الضرايب هتاخدها وبين الصفقات ومستقبل النادي. فاللي عمله مرتضى منصور غلط، ما تحاولش تبرر له. مرتضى منصور بيدخل صراعات مع اي حد تحت شعار انا رئيس نادي الزمالك. والله يا انا يعني انا زعلان جدا، ولان انا طبعا بحب واحترم مستر مرتضى منصور جدا وبحب شيكابالا جدا، وما بحبش ابدا ان قائد الفريق او رئيس النادي يكون عندهم خلاف. انا مش حابب ده والله. احنا بص يا كابتن، لان انت عارف علاقتنا بالمستشار مرتضى منصور وعلاقتنا بشيكابالا ككابتن فريق، انت ياما قلت عليه اسطوره ونجم كبير وانت كمان وانا وكلنا. احنا دورنا هنا في القناه ان احنا ندافع عن رئيس النادي وندافع عن قائد النادي، ده المفروض. بزعل جدا لما بيحصل خلاف ما بين 2 زملكاويه وبيحبوا النادي وبيعشقوا النادي والاقي الخلاف ده موجود. يعني انا كلنا عارفين لو شيكابالا بيتكلم بعد ماتش الاتحاد المنستيري او حاجه ان عندي كلام كتير، كلنا عارفين ان اللعيبه عندها فلوس ما اتاخدتش وعندنا مشاكل. لا استنى بقى، انا هنتكلم يا كابتن خالد. لو انت فهمت قصدي، انا فاهم قصدك. انت لما انا فاهم قصدك يا كابتن خالد، انت هنا علشان تطبل لرئيس النادي وتطبل لقائد النادي وتطبل لاي حد في المنظومه اللي انت المفروض تنتمي اليها. انا عارف دورك كويس وعارف انك طالع هنا تطيب الخواطر وتحاول تهدي الامور، بس ما تنساش يا كابتن خالد شيكابالا ده اللي شتمك واتريق عليك وقال لك تعالى كل بندق وتعالى كل فستق، ومرتضى منصور ده اللي بيشتمك في كل فيديو وبيهينك وبيهين اهلك وما فكرش مره يعتذر. فانت بالله عليك سيبك من جو الحمامه البيضاء اللي انت عايزه. لكن مين اللي اهدر فلوس الزمالك؟ مين اللي جه في شهر 7 اللي فات وانت راح تلعب الاهلي وحجز على فلوسك؟ مش هو يا كابتن شيكابالا، مش ممدوح عباس اللي انت طالع تقول انا بعتز بيه، طالع تقول على مرتضى منصور الرئيس السابق. لا، مرتضى منصور الرئيس الحالي لنادي الزمالك، ولو عايز يرجع من بكره يرجع من بكره. احنا بس بنتكلم عشان الامور تبقى في نطاقها الطبيعي. لما تيجي انت تقول لي انا المفروض النهارده حتى لو مرتضى منصور مش موجود في مكانه، الرجوله والشهامه شيكابالا ما يطلعش يتكلم كده، ما يطلعش يتكلم كده. المفروض الناس لما يبقى في مشكله او ازمه استنى لما الراجل يرجع، لو انا بقى شايف ان هو مش موجود. لكن انا طالع النهارده تقدر يا شيكابالا انت كنت تتكلم على مرتضى منصور كده؟ ما ينفعش. فالنهارده لما نيجي بنتكلم راجع نفسك يا شيكابالا. طيب شوف مين اللي كتب لك البيان، شوف مين اللي مسلطك على نادي الزمالك. وفي النهايه قال لك شوف يا شيكابالا مين اللي كتب لك البيان وشوف مين اللي مسلطك على نادي الزمالك. الكابتن التاريخي لنادي الزمالك اللي كانوا بيدافعوا عنه طول السنين اللي فاتت
وبيطبلوا له طول السنين اللي فاتت في مواقفه الصح ومواقفه الغلط، دلوقتي بقى عدو، ودلوقتي بقى متسلط على نادي الزمالك، ودلوقتي بقى بيحاول يوقع ويهدم استقرار نادي الزمالك. عشان تشوف بس وعشان تتاكد، الناس دي اللي بيطلعوا على القناه والناس الاداريين والناس اللي مسؤولين عن النادي كلهم بيدوروا على مصلحتهم الشخصيه، وحب الكيان وحب الزمالك والزمالك في القلب دي كلها شعارات ولا تمثل الحقيقه في شيء. كل المواقف اثبتت كده، وكل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه. بكره مرتضى منصور يلم الدنيا عشان الجماهير اللي بتدافع عن شيكابالا وبتشتم في مرتضى وبتشتم في القناه وبتشتم في اللي بيدافعوا عن مرتضى، يطلع في فيديو مع شيكابالا ويراضيه باي كلمتين، ويطلع الاعلام يطبل لشيكابالا تاني وترجع العجله تدور من جديد. وهو ده حال الكره المصريه وحال الاعلام المصري. كفايه اول حد هنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفها. لو انت متابع قديم ما تحرمناش من التعليق اللي بيشجعنا ان احنا نكمل. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.